بسم الله. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. واش راكم خياتي؟ واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه اقتصاديه ووصفه نوجدوها للعيد ان شاء الله يا ربي، عيد الاضحى باذن الله. كامل نحبوها في الدار. وصفه تاع الكروكي بزاف بنينه واقتصاديه وبدون بيض، مع غلاء المعيشه اللي رانا فيه. الله المستعان. نوجدوا حاجه حلوه للعيد تاعنا لوليداتنا والعائله تاعنا. ايوا مع بعضنا البعض خياتي، روحوا نشوفوا الوصفه تاع الكروكي تاعنا تاع نهار اليوم والمقادير تاعها شنو هي. بسم الله. لهنايا في الريسبيو تاعنا ولا في الباسينه درت كاس سكر تاع 250 ملل. زدت عليه نفس الكاس تاع السكر نعبر كاس حليب دافي. انا كان شويه سخون زدت عليه حليب بارد. كيما راكم تشوفوا كاس سكر كاس حليب دافي. نطلعوها بالباتور حتى يذوب لنا السكر مع الحليب مليح يتجانسوا. نخلطوا مليح بالباتور. ما عندكش باتور نورمال استعملي فوي عادي خياتي. انا خياتي بعد ما خلطته نزيد عليه كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي عبرت به السكر والحليب والزيت، نفس الكاس نعبر به كامل المقادير مع بعضها البعض. كما راكم تشوفوا هنا خياتي كاس تاع الزيت. الزيت نخلط مليح بالباتر، نديرو على دفعات، ما نديروش ضربه واحده، نديرو تدريجيا. درتو على 4 خطرات حتى يتجانس الحليب والسكر والزيت مع بعضهم البعض. ونديرو التاس نشوفوا باللي السكر ذاب لنا مع الخليط تاعنا مليح. هذا هو السر باش يجينا خفيف وطري ويجي هش. لازم السكر يكون ذايب. كيما راكم تشوفوا لهنا خياتي، نروح نجيب لهنايا مغرفه ملعقه تاع الحشا، مغرفه تاع الحشا الكبيره، وندير تيست مع خياتي تشوفوا باللي السكر راهو ذاب لنا كامل. هاي مغرفه نقيه، شوفوا ما قعد حتى حبه تاع السكر في القاع تاع الريسبيو تاعنا. لهنايا خياتي نروح نزيد ندير عليه السر اللي هو باكي تاع فلون نواره لاب تاع باني. كما راكم تشوفوا وزن 50 غرام. هذا هو السر خياتي. قول درنا له البيض وهو بلا بيض يجي هذاك الصفر ويجي فيه واحد النكهه بزاف بنينه. هذا هو السر خياتي اللي راهو يديروه المقاهي، يستغناو على البيض ويديروا له فلون باني. لهنايا نخلطوا ثاني فلون باني بالباتور مليح، خاطر ما ننساوش باللي فلون فيه السكر، نسبه كبيره تاع السكر. نزيد عليها 2 خميرات الحلويات تاع نواره الوزن تاع 10 غرام، معناها درت 20 غرام. كيما راكم تشوفوا خياتي لهنايا. بعد كي نبدا نستعمل غير بالفوي تاعي، ندير شويه فارينه حوالي كاس او نصف كاس تاع الفارينه. ومن بعد كنقسموا الخليط تاعنا الى قسمين، قسم ندير فيه الشيكولا وقسم نخليه هكا فاني. تحبوا ما تقسموهاش خياتي ديروها كامل فاني. تقطع لنا هذه ما شاء الله سنيوه كبيره الله يبارك، توكل العيله كومبلي، توكلنا 3 ايام تاع العيد. لا انا خياتي نسيت باش رشه تاع الملح، وايضا لهنا خياتي نسيت حوالي 3 مغارف تاع مايزينا لازم نديروهم. معناها نديرو 6 مغارف كليا. لو كان نديروها مع الاول نديرو 6 مغارف تاع مايزينا. نخلط لهنايا مليح. وهذاك تاع لافاني ندير فيه قشور الليمون باش يجي النكهه ولا اروع. ندير عليه قشور الليمون. تقدروا ديروا لافاني، انا استغنيت اللافاني خاطر علاه كاين باللي فلون فاني ما ننساوهاش. ومن بعد كان ندير لهنايا الفارينه. ومن بعد كي تذكرت باللي ما درتش المايزينا، والمايزينا امر ضروري الكروكي تاعنا. نديرو حوالي 6 مغارف مايزينا. انا لهنا كي قسمت الخليط درت لهنايا 3 مغارف تاع كاكاو و3 مغارف لافاني. دوك تشوفوا خياتي نورمالمون نديرها مع الاول، ندير 6 مغارف ضربه واحده حوالي كاس، بصح انا كي نسيتها درت 3 مغارف 3 مغارف. المغرفه الاولى، المغرفه الثانيه، المغرفه الثالثه. نزيد نفس الخليط اللي كنت ندير فيه الشيكولا، ندير 3 مغارف ايضا. ومن بعد كندير كامل الفارينه نبدا نجنسو فيها مليح حتى تولي عندنا لاباط تاعنا طريه. ما نلبسوهاش البنات، لا لازم تكون طريه. نفس الشيء درت مع كاكاو. لهنا راح لي المقطع عفوا سامحوني. درت حوالي 3 مغارف تاع كاكاو البني، كل ذوق تاعو بنين. تقدروا نديروا ثاني فلون شوكولا. شفتوا لهنا العجينه خياتي كانت طريه ماهيش يابسه. نقسموها العجينه تاعنا هذه على زوج. ومن بعد كندير لهنا الساشي غذائي عادي ولا الساشي تاع الخبز اللي نشرو فيه الخبز. ونحلوها رقيقه، لازم تحلوهاش خشينه، لازم رقيقه خاطر ما تنساوش راح نديروها رولي. نفس الشيء الحل تاع الشيكولا. لهنايا حليتها ثاني رقيقه مليح باش نديروها على طبقات على باني. كيما راكم تشوفوا راهي رقيقه خياتي. ونحطوها فوق طبقه لاباني بهذه الطريقه. ونساووها مليح ونخرجوا هذاك الهواء اللي فيها الداخل. لهنا بديت نسوي فيها نحي هذاك الزوائد تاع لافاني تاع ذوق فاني. ونبدا نرولي فيها كيما نديرو بسكوت رولي عادي. الساشي اللي هنا تساعدنا خياتي باش نبداو نرولو فيها. لهنا لازم تستعملوا ساشي او كيس غذائي او اي حاجه باش تساعدكم ترولو فيها. وكي تكونوا ترولو لازم تزيروا البنات، لازم نزيروها مليح باش يخرج لنا هذاك الهواء اللي فيها الداخل. لهنا بعد ما زيرتها مليح نبدا نحصل على الشكل هذاك الحربوش
كيما راكم تشوفوا خياتي راني نزير فيها وراني نساوي فيها باش رجعنا نحربوا الشباب. ومن بعد كان لهنا خياتي نديرها في البلاط تاعي، نغلقها كامل بهذه الطريقه. ومن بعد كنديرها في البلاط تاعي وندير لهنايا خياتي زوج مغارف كبار تاع كاكاو كيما راكم تشوفوا، زوج مغارف تاع قهوه عفوا تاع كاكاو وقطره حليب. لازم زوج مغارف كاكاو او قطره حليب خياتي باش نتحصلوا على هذا الشكل. ودرنا من الفوق البيض كما راكم تشوفوا. هي من لهنا ما درنا لا بيض لا والو، دهنت الوجه تاع الكروكي تاعي. ومن بعد كنبدا ندير بالفرشيطه تاعي بهذه الخطوط الجميله اللي تحصلوا على كروكي بزاف بنين وشهي. ندخلها الفور على 180 درجه، نشوفها طابت من تحت، نشعل عليها من الفوق شويه حتى تدي اللون الذهبي. ونقطعوا لهنا خياتي ونوريه لكم في طاوله التقديم. شوفوا البنات شحال جاي شاهي، جا خفيف ريشه وبزاف بزاف بنين. نتمناه تجربوه ترجعوا لي بالخبر. وصفه اقتصاديه وسهله. ما تنساوش البنات لحقتوا لا فيديو هذا نص لا فيديو تاعي، ما تنساوش ديروا لي جيم او كومونتير وفعلوا الجرس باش نلحقكم الجديد. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانتظروني في فيديوهات الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.